فنان دارت عليه الأيام لدرجة إن مراته حبسته واتجوزت ابنه. نجمنا النهاردة هو كوميديان مصري وواحد من الأبطال اللي اتأمرت عليه الأيام وحطت له نهاية محزنة. تعالوا نعرف مع بعض مين الفنان ده. حكايتنا النهاردة عن الفنان عبد الفتاح الأسري اللي اتولد في 15 إبريل 1905 وقدم على شاشة السينما حوالي 100 فيلم، منها بسلامته عايز يتجوز والمعلم بحبح وانتصار الشباب وسي عمر ويوم في العالي وليلة الجمعة ولعبة الست. وتألق الأسري على خشبة المسرح وشارك في بطولة مجموعة متميزة من العروض، وكان يعتبر فاتح الشهية للجمهور في الأعمال دي. ومن أبرز المسرحيات اللي عملها صاحب الجلالة والست عايزة كده وعمتي فتافيت السكر ويا الدفع يا الحبس. واتجوز عبد الفتاح الأسري 4 مرات، وكانت الأخيرة شابة أصغر منه بسنين كتير قدرت إنها تحتل قلبه وعقله، فحس بالضعف قدامها واستغلت مراته تعلقه بيها وأجبرته على التنازل عن كل ممتلكاته وكتب كل حاجة باسمها. وفي سنة 1962 بدأ الفصل الأول في مأساة عبد الفتاح الأسري. وفي ليلة حزينة وقف الأسري على خشبة المسرح بيأدي مشهد قدام إسماعيل ياسين، ولما استعد للخروج الدنيا اسودت في وشه واكتشف إنه اتصاب بالعمى، وفضل يصرخ ويقول أنا مش شايف حاجة، نظري راح. وافتكر جمهور المسرح إن المشهد ده جزء من المسرحية فزاد ضحكهم وتسقيفهم. لكن الفنان الراحل إسماعيل ياسين أدرك المأساة اللي حصلت لصاحبه ووقف المسرحية وطلب من الجمهور إنهم يهدوا. ارتبكت بعد كده حياة عبد الفتاح الأسري، فتخلت زوجته عنه وأجبرته إنه يطلقها واتجوزت من شاب بيشتغل صبي. إيه بقى حكاية الشاب ده؟ تعالوا أقول لكم. الشاب ده الأسري خده ورباه ورعاه لمدة 15 سنة واعتبره زي ابنه، واتقال إن طليقته حبسته في أوضة وعاشت مع جوزها الشاب ده في باقي الشقة. واتقال كمان إن الأسري كان بيقف في الشباك يطلب من الناس اللي ماشية في الشارع سندوتش وسجارة، وكانت العيال الصغيرة تقوله طب قول نورماندي طول أول. لكن بما إنه كان فاقد الذاكرة ومش عارف إيه الجملة دي وليه تحديدا هي اللي بيطلبوها منه، فكان بيقولها عادي لمجرد إنه ينفذ شرطهم ويفوز بالسندوتش والسجارة. عشان كده اضطرت أخته إنها تاخده شقتها في حي الشرابية شمال القاهرة وتقوم برعايته. وفي السنين الأخيرة للأسري وبعد ما زاد عليه المرض نقلت بعض وسائل الإعلام المصرية اللي تعرض ليه الأسري على إيد طليقته، فقامت الفنانة نجوى سالم والكاتب يوسف السباعي والفنانة هند رستم بجمع تبرعات علشانه وقدموا للمحافظة طلب لمنحه شقة. وفي 8 مارس 64 نوبة السكر زادت على الأسري واتصاب بغيبوبة واتنقل لمستشفى المبرة، ولكن اتوفى هناك وما حضرش جنازته غير 3 أشخاص بس، من بينهم الفنانة نجوى سالم. ويعتبر الموقف ده من أكتر المواقف المؤلمة في تاريخ السينما المصرية. في النهاية بقى قولولنا إيه أكتر إفيه وأكتر فيلم بتحبوه للفنان عبد الفتاح الأسري؟